ناس تسأل أنجح نجاح حقيقي إزاي؟ أحد الممارسات الأساسية اللي أنا هحتاج إن أنا أعملها إن أنا أعمل حاجة اسمها do the inner work. يعني إيه؟ يعني إحنا عبارة عن كورة، عارفين كورة التلج كده؟ كورة تلج كده عمالة بتكبر 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 من المشاعر. كل التجارب والحاجات اللي إحنا مرينا بيها وإحنا أطفال هي اتحوشت عندنا وبقت كأنها مشاعر مختزنة. منها مشاعر إيجابية ومنها للأسف مشاعر سلبية. ولأن إحنا عندنا شوية تشوهات فكرية، التشوهات الفكرية دي بتخلينا إحنا كبني آدمين بالطبيعة عندنا تشوهات فكرية وعندنا مخ بيميل إلى الدراما والحزن، فهو بيفلتر، بيبتدي يمسح الذكريات السعيدة ويبتدي كأنه يضخم الذكريات التعيسة. مش بس بيضخمها، ده بيبتدي يضخمها ويشوهها ويغيرها، فكأن في الآخر أوصل إن أنا كأني عبارة عن كتلة مشاعر سلبية تعيسة، كورة كده مهنجة كده. أجي أبقى عايزة أعمل كورس وبحس إن أنا خايفة، عايزة ألعب رياضة وأحس إن أنا مش متحمسة، عايزة أروح الخروجة مثلا الاجتماعية وأحس إن أنا إيه ده لا ماليش نفس. كل الكلام ده جاي منين؟ جاي من كورة المشاعر اللي احنا كأننا متحولنا لها دي وما ساعدتهاش ان هي تطيب. عشان كده محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل الانر ورك. الانر ورك ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا محتاج ان انا اقف واتلاحظ مشاعري، ما تجاهلهاش. ده جزء محوري اتعلمته من روبن شارما، والجزء يمكن اللي بعتبره اللي هو الاساسي الاضافه على ستيفن كوفي. ستيفن كوفي مؤلف العادات السبعة للأشخاص الأكثر فعالية اتكلم على حاجات كتيرة جدا، إنما جزء المشاعر هو ما اتكلمش عليه بقوة وعمق روبن شارما. روبن شارما اتكلم قد إيه إن الحاجات اللي إحنا بنشوفها، الإحباطات اللي إحنا عايشين فيها في الحاضر، المخاوف اللي عندنا، المشاريع اللي ما اشتغلناهاش، الحاجات اللي إحنا مش ملتزمين بيها، هي كلها لها آثار بسبب الماضي إحنا واقفين بسببه. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا محتاج إن أنا أتفرج على الكلاب بتاع الإيموشن بلوكس، محتاج او اقرا عن الايموشن بلوكس او اروح لكوتش او ثيرابيست يساعدني ان انا اتخلص من مشاكل الماضي. امتى هروح؟ لما الاقي نفسي متعطل. يعني ايه؟ يعني لما بلاقي نفسي متعطله، انا لقيت نفسي متعطله، كان عندي في اللايف ويل بتاعتي العلاقات، الصداقات، لقيت نفسي متعطله، بحط مثلا خروجه مع صديقه واقعد اقول ايه مثلا يا رب تلغي، او مثلا احط مع اصدقاء وبعدين اعتذر. فبقيت شايفه ان انا عندي في اللايف ويل حاجه انا ما بتحرك لهاش. وقفت بقى ابتديت اقول لنفسي ايمان تعالي هنا، في ايه؟ اكتشفت ان انا كنت بقول لنفسي ان الاصدقاء مصدر الم. ابتديت اشتغل مع كوتش عشان يساعدني اتخلص من كورة التلج دي. جزء منها كان ذكريات مع صحاب انا طبعا حولتها ومحورتها وهكذا وقلبتها لحاجه موقفاني. فاحد الحاجات اللي محتاج تعملها ان انت تدو ذا انر ورك. جزء منه ان انت تنوتس يور فيلينجز، ان انت تلاحظ مشاعرك. تلاحظ مشاعرك حاجه تحفه اول ما تلاقي نفسك غير الطبيعي بتاعك. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم مع ملك وفجاه لقيت صوتي عالي. تعالي يا ايمان، في مشاعر هنا. انا مثلا كنت ناويه مثلا اخرج في حته وخرجت مثلا وبعدين لقيت نفسي قاعده متعصبه او مثلا حزينه، في غمامه كده. تعالي يا ايمان، في ايه؟ مثلا دخلت مكان، انا مره رحت مدرستي كان في احتفال مئوي باين بمدرستي، فروحت المدرسه. انا اول ما رحت حسيت ان انا عايزه اروح. انا رايحه مع اخواتي، واخواتي دي عماله تكلم صاحبتها ودي بتكلم حد من المدرسين، وواحده عماله تقول لي تعالي اوريكي الفصل اللي انا كنت فيه وانا صغيره، وانا بفرك احنا هنروح امتى. اكتشفت ان انا المدرسه بالنسبه لي عالم من المشاعر، الكم السلبيات اللي انا اتغرزت فيا عن نفسي وانا جوه المدرسه كان رهيب. فاول ما رحت بقيت بفرك وكاني انا من جوه في عصبيه رهيبه. وقفت بعديها وقعدت اطلع المشاعر دي. فاحد الحاجات ان انت عشان تعالج مشاعرك محتاج تنوتس مشاعرك، محتاج تلاحظ مشاعرك. هتلاحظها امتى؟ كل مره انت كنت في حاله وبقت حاله اوحش، كل مره انت كنت عايز تتحرك لحاجه وما اتحركتلهاش. تعالى ايه المشاعر اللي موقفاني؟ ده جزء تاني ان انا اسامح، فاصفح الصفح الجميل. وليعفوا وليصفحوا. افتكر كده ان في ناس اذيتك، تمام، ما انت اذيت ناس، انت مش ملاك. والناس اللي اذيتك دي هي اذيه حصلت وخلصت. بدل ما تفضل قاعد متحوش جوه الاذيه، اطلع بالعبره من الحصل، وافتكر ان كل حاجه انت مريت بيها هي بمشيئه ربنا. فما فيش حد، يعني ما فيش حد عمل فيك حاجه مش بإرادة ربنا، هي حصلت فيك، وهو ربنا ما بيجيبش إلى الخير، فهو جاب الحاجة دي عشان يعلمك بيها درس. فما تقعدش بقى تعيط على التعويرة
فكر في الدرس. فمحتاج ان انت تسامح. فكر نفسك ان ده درس مش تعويره، وفكر نفسك ان انت كمان بتعور الناس. فبدل ما تقعد تفكر في الناس وتزعل منهم، فكر في نفسك ان انت ازاي تطلع بالعبره، وازاي ان انت نفسك ما تعورش حد. انا احد المدربين اللي وانا صغيره يعني كان بيقعد يتريق عليا في التمارين ويوبخني كده وبيحرجني. الاول كنت حاسه بالتعويره وكره التلج دي. لما اشتغلت على نفسي وابتديت اطلع المشاعر دي تخلصت منها. بقى الدرس بالنسبه لي ان انا ما احرجش اي حد بيتعلم، ولا اتريق عليه، ولا اذي مشاعره، وان يكون عندي صبر جدا على بطيء التعلم، لان كل واحد عنده سرعات، ولان انا نفسي كنت بطيء التعلم، فبقيت عارفه كويس قوي اعمل الناس ازاي واشرح لهم ازاي وعندي صبر معاهم ازاي. فيبقى ده احد الحاجات اللي انت محتاج ان انت تفكر فيها، ايه؟ ان انا افورجيف. واحده من البراكتسز ان انت تفورجيف، واحده من ان انت تتسامح، واحده من البراكتسز ان انت تعبر عن مشاعرك. ايه تاني؟ حاجه حلوه جدا اتعلمتها من كتاب اسمه سيت اوف ذا سول، كتاب عميق كده لذيذ. اوبرا كانت قالت ان هو ده كتاب غير محور حياتها. يعني اهم جمله طلعت منها الكتاب دسم. اهم جمله طلعت منها ان الانسان ممكن يتصرف بدافع الحب او بدافع الخوف. فانت اسال نفسك في التصرفات بتاعتك، ده doing the inner work. انا في كل تصرف هاجي اعمله، في كل عمل انا عايزه اعمله، في كل حركه انا عايزه اعملها، انا بتصرف بدافع الخوف ولا بدافع الحب؟ لو انت في الرياضه بتقول لنفسك انا بتصرف بدافع الخوف عشان ما امرضش، فغالبا انت مش هتتصرف ومش هتتحرك. وده احد اللمض اللي نورت مع كلاينت عندي لما قالت لي كده: ايمان، انا اكتشفت ان انا مشكلتي في اهتمام بصحتي، ان انا دايما بقول لنفسي اهتمي بصحتك عشان ما تمرضيش وتحتاجي لحد لما تكبري. لما غيرت كلامي مع نفسي وابتديت اقول انا بفكر ان انا العب رياضه واهتم بصحتي عشان استمتع بحياتي لما اكون كبيره في السن، واستمتع باولادي واحفادي، واكون قادره عندي نشاط وقادره اخدم وقادره الهم الاخرين، قدرت التزم بالرياضه وبالحاجات الصحيه. فخد بالك انت بتاكت اوت اوف لاف ولا اوت اوف فير، بناء من الخوف ولا من الحب. الحاجات اللي انت متعطل فيها وقف واسال نفسك، انت متعطل فيها لان انت عندك مشاعر مضغوطه منها، ولا لان انت ما عندكش ويل باور، لان انت مش نايم كويس ومش واكل كويس ومش مهتم بصحتك، ولا انت متعطل فيها لان انت بتتصرف دايما ان انا خايف ما اروحش في الخروجه دي لحسن ينسوني، انا خايف ما اعملش المشروع ده لحسن ما يجيليش فلوس. استبدلها بان انت تتصرف بحب بامتنان بشكر للرحمن. بدلها بطاقه ايجابيه وهتفرق كتير جدا. ده واحد من الكور براكتسز.